هل الحج إلى بيت الله هل حرام أم حلال؟ باش نقول لك نعرف مليح الموضوع هذا. يعني ما زالت العادات الوثنيه اللي كانت يعني تقول كان عاده وثنيه من قبل. كان عاده وثنيه، لكنه كان رمزا لجميع القبائل العربيه المشتته في كل شبه الجزيره العربيه، وكذلك صحيح. خارج شبه الجزيرة العربية. مع مجيء الإسلام الآن هذا الدوران حول الطواف حول الكعبة، الكعبة وش فيها؟ فيها الحجر الأسود، يعني عادة وثنية ما فيها حتى واسمه الصفا والمروة. كان هضبتين، وكاين في وحدة كاين صنم، وفي على رأس الآخر كاين صنم. لكن مع مجيء الإسلام أصبح ركن. دقيقة برك، دقيقة. تفضل. كان البشر العرب كانوا يجريوا لواحد الصنم يطلبوا منه الشفاعة، ومن بعد يعاودوا يجريوا للصنم الآخر. منين جاء الإسلام؟ الذكاء السياسي تاع محمد بن عبد الله، نذكره باسمه بالقبيلة تاعو. لماذا؟ لأنه إنسان أولا. الذكاء تاعو السياسي جعل من هذا الحج بدل من أن يحرمه كما كان ينبغي أن يفعل انطلاقا من الديانة التي جاء بها، هو دمج هذه الرموز لأنها رموز جامعة لكل القبائل العربية، وكان رمزا جامعا، وما زال الآن يجمع ليس فقط العرب بل يجمع جميع المسلمين. الذكاء السياسي هو في الاعتراف بالرموز التي تعترف بها المجتمعات لصهر هذه اللحمة والوحدة. صحيح.